بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض قرع العسل. ما شاء الله عليه، هو جميل جدا. عملناه طلعنا من الفرن، هو لسه سخن. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا. بنشتريه من بره بسعر غالي خالص في محلات الرز بلبن والسوبر ماركت والكريم كراميل والحاجات دي. ما شاء الله عليه، ولو عملتيه في البيت أحلى وأطعم. جميل جدا. لو عملتيه مرة هتفضلي تعمليه على طول. هنشوف مع بعض عمايله خطوة خطوة. بسم الله. اول خطوة معايا، انا هنا جبت قرعة عسل كبيرة، دي اسمها قرع عسل عشان اللي مش عارف شكله. في ناس بتجيبه متقطع جاهز من السوبر ماركت، لا انا جبتها على بعضها، وانا اللي هقشرها وانا اللي هقطعها. وعلى فكرة انا ما بحبش احطها في الفريزر لانها بتخلي طعم القرع مش لطيف. فانا هنا هقشرها وارجع لكم، هنعمل مع بعض قرع عسل بالبشاميل. تاني خطوة معايا، زي ما احنا اتفقنا، انا قشرت قرعة العسل، قشرتها كويس قوي. بعد كده هقطعها مربعات وارجع لكم. الخطوة اللي بعد كده انا قطعتها مكعبات زي ما احنا شايفين كده. الدلع بقى الاولاني بتاع القرع العسل، اول دلع ليها كوباية السكر دي انا هرشها عليها كده، هرشها كده زي ما احنا شايفين كده 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 على الوش. وهروح مغطياها بالاسترتش وحطاها في التلاجة. احنا دلوقتي في توقيت الظهر، هحطها لتاني يوم الصبح. السكر بيخليها تصفي ميتها، واسويها بقى بالسكر بالمية. تمام معايا. غطيتها بالاسترتش وسبتها 5 دقايق عشان اوريكم بس ان السكر بيبتدي يسيح. هحطها في تلاجة لتاني يوم. لو مش عندك استرتش غطيها بكيسة، بلاش تغطيها بصينية او اي حاجة، لا بكيسة وروحي فرداها عليها من فوق. هنكمل مع بعض القرع العسل. هنا انا سبته يوم كامل في التلاجة، انا كنت لفاه بالاسترتش. صلوا ميته ازاي، نزل ميه كتير قوي. هنزل بيه في الحله على النار، انزله واحده واحده. نزلته في حله على النار، هولع عليه واسيبه لما ميته تشرب خالص. وهو هيستوي، هيبقى نص الكميه. انا كنت حطاه في ملو البوله، الموله دي كانت مليانه، بس لما سبته صفى ميته فابتدى يهبط. دلوقتي بقى في الحله هيبقى نص الكميه او اقل من النص كمان. هنشوف مع بعض. شايفينها مع بعض وهي بتغلي، عماله تهبط تهبط. نسيبها لما تستوي خالص. معايا القرعه بتستوي اهي، ما شاء الله عليها، جميله جدا. ونزه ميتها دي بحط منها البشاميل، بتخلي البشاميل جميل جدا، طعمه رائع. ده الدلع بقى. هنشوفها مع بعض كمان لما تستوي شويه كمان. بجيب طبق كبير واحط عليه مصفى، واجي هنا المقصوصه واصفيها، اطلع منه الميه واحط في المصفى، اطلع منه الميه واحط في المصفى. هعمله كله بالطريقه دي. نقلت كله في المصفى. انا عايزه احطه في الصينيه ما فيهوش ميه خالص، عشان الميه دي انا هاخدها مع اللبن على البشاميل. هسيبه بقى يصفي شويه. اول خطوه معايا في البشاميل دي الحله اللي انا كنت مسويه فيها قرع العسل. اول حاجه هحط 3 معالق كبار من الزبده، زبده او سمنه، دي سمنه، لو في زبده ماشي مفيش مشكله، زبده على زيت على سمنه مفيش مشكله، اللي متوفر عندك. بنزل حوالي 1.5 كوبايه من الدقيق. افضل اقلب لغايه ما يندمج
الدقيق مع السمنة. فضلنا نقلب لغاية ما الدقيق اختفى. افضل اقلب لغاية ما الدقيق يستوي مع السمنة. هي كانت عايزة حبة زيت وانا حطيت لها حبة زيت صغيرين. كده الدقيق استوى معانا. بعد كده هجيب المية اللي انا مصفياها من قرع العسل، هحطها على الدقيق. واعملها بالمضرب اليدوي علشان مش تعمل كتل. هفضل اعمل فيها كده، هفضل اقلب فيها باستمرار. بعد كده هجيب اللبن، نزلنا باللبن، هفضل اقلب فيه لغايه ما قوامه يبقى كويس. طبعا بنزود سكر، والسكر حسب الرغبه، حسب ما انت عايزه تحطي كوبايه، عايزه تحطي نص، حسب ما انت عاوزه. السكر ده اختياري. بقلبه كويس قوي. بعد كده بدهن الصينيه بالسمنه برضو او بالزيت او اي حاجه، وندهنها كويس قوي. بنزل عليها بشويه من البشاميل صغيرين قوي، وافردهم في الصينيه. بعد كده هنزل بالقرع اللي احنا سويناه، هوزعه برضو في الصينيه، هفرده كده واحده واحده. هكمل الصينيه وارجع لكم. فردت القرع في الصينيه. هنزل بقى بالبشاميل. نزلنا بالبشاميل ما شاء الله عليه، كريمي جميل جدا. فردنا البشاميل ما شاء الله عليه، وعملنا كمان 2 طاجن طبق معاه كمان ما شاء الله عليهم. هندخلهم الفرن مع بعض. ممكن تحطي وش لبن عليه، ممكن تحطي قشطه، ممكن تحط شويه سكر يتكرمل على الوش اللي انت عايزاه. هندلع بقى الصواني بتاعتنا. طلعنا الصواني من الفرن. صينيه القرع العسل جميله جدا جدا، ريحتها فواحه جميله جدا. وادي الاتنين الطواجن، وادي الطبق اللي احنا عملناه ما شاء الله عليه. نشتريها من المحلات بتاعه الألبان والرز بلبن والمهلبية، بنشتريها غالية جدا جدا. لو عملتيها في البيت هتوفري كتير، وسهلة وبسيطة ومفيش اي مشكلة. جربيها وعلى ضمانتي هتعجبك قوي 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 ما شاء الله عليها. يا ريت لو عجبك الفيديو اشتراك للقناة واعملي لايك.